السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. الفيديو بتاعنا النهاردة قديم شوية، كنت عاملاه من مدة كده، لقيته على التليفون فقلت أنزله. أنا كنت هنا مسيحة فيه دهنة، دهنة الحيواني. دي دهنة أنا كنت محوشاها، كل ما نجيب لحمة كده بيكون فيها حتة دهنة زيادة بشيلها على جنب كده في كيس في الفريزر لغاية ما بتكون عندي كمية. دول كان حوالي 2 كيلو ونص. أنا أخدتهم كده قطعتهم قطع صغيره كده. ممكن انت تستخدميها تقطعيها قطع صغيره كده، ما تحطهاش في الكبه. انا حطيتها في الكبه، بس نصيحه لو عندك كبه زي دي مش تعمليها فيها. كانت تقيله على الكبه كده، وكنت خايفه على الكبه بصراحه، كانت بتسخن وكل شويه بتفصل. فالاحسن ان انت تقطعيها قطع صغيره خالص وتاخديها تسيحيها، برضو بتديكي نفس النتيجه، بس هي بتغلبك شويه في التقطيع. عندي دي كمان. ده كان هو المنديل بتاع اللي بنعمل بيه كفتة الحياتي. برضو لقيت كده عندي جزء في الفريزر، برضو قطعته وضفته عليه. ممكن انت كمان في ايام العيد الكبير وكده لما يكون عندك دهنة تستخدميها. يعني احنا على قد ما بنقدر بنحاول ان احنا نوفر على نفسنا. وكمان الطريقة ديت يعني بتكون حلوة خالص، بتكون خفيفة وما بتكونش ليها ريحة الدهنة المعروفة. انا هحط عليها حاجة كده مكون هيغير طعمها، يخليها قريبة أوي من طعم السمن البلدي. انا كنت بستخدمها في الطبيخ، والله كانت بتبقى طعمها حلو قوي في الطبيخ، ملهاش التقل ولا الطعم بتاع الدهنه المعروف، عشان ما حدش يقول لا ده دهنه ومش عارفه ايه. لا، اعملوها بالطريقه دي هتعجبكم. وكمان يعني توفير، الدنيا بقت غاليه خالص، وبنعمل كميه زي كده هتدينا كميه سمنه كبيره خالص نستخدمها في الطبيخ. هي طبعا مش هتنفع في الطبيخ بس بصراحه بتكون حلوه قوي. انا بحطها بعد ما بفرمها، بحطها على النار كده لحد لما تسيح. بضيف ليها كام فص مستكه، حوالي 4 فصوص مستكه على ال2 كيلو ونص دهنه. وكمان شويه معلقه صغيره كده من الملح، وكمان كام ورقه من ورق اللورا بالشكل ده. بسيبهم كلهم لحد لما يسيحوا او يغلوا، مش يسيحوا، يغلوا مع بعض كده. وهبدا ان انا اضيف عليهم المكون اللي انا قلت لكم عليه ده. حوالي على ال2 كيلو ونص ضفت عليهم حوالي كيلو لبن بالشكل ده، وبسيبهم يغلوا كلهم مع بعض. ده بقى اللبن ده هو اللي بيضيع منها ريحة الدهنة، وبيخلي لها نكهة حلوة كده. على الأقل يعني في أسوأ الأحوال هتكون أحسن من السمن النباتي، لأنه طبعا أضراره مش هقولكوا عليها. لكن دي حاجة كده صحية ربنا خلقها وأمرنا إن احنا ناكلها، فأكيد فيها استفادة لجسمنا. وكمان والله كانت بتخلي طعم الأكل حلو أوي. يعني انا لسه بستخدم فيها لحد دلوقتي، باقي منها يعني حوالي نص برطمان كده بستخدمه في الاكل. والله ما ليه اي طعم في الاكل، بالعكس طعمها حلو قوي، احسن من السمن النباتي. يعني هي مديه شويه على طعم السمن البلدي، بس مش هقولك انها سمن بلدي سمن بلدي برضو المعروف، لا. بس هي يعني احسن من السمن النباتي زي ما قلت. بفضل اقلب فيها كده لحد لما تبدا تسيح معايا. بصوا هي لسه كمان هي محتاجه شويه على النار، بس طبعا اللبن خلاص اتبخر منها. بيفضل بقى فيه القطع اللي هي الدهنة ديت، اللي كانت مفرومة في الكبة، بيفضل فيها حتت كده. طبعا انت لو عاملاها بالسكينة الحتة دي هتكون كبيرة شوية عن كده. ده اسمه القشيم او الجشيم. بناخده طبعا بندخله في اكلات، خصوصا في المحشي. لو انت حابه ان انت تستغنى عنه مش تاكليه خلاص، مش تضيفيه على اكلك. بس في ناس وانا منهم بتضيفه على المحشي، بيخلي طعم المحشي حلو قوي. عندي هنا خلاص هي بتاخد حوالي ساعه الا ربع على النار مع التقليب طبعا لحد لما تسيح كلها وتبقى بالشكل ده كده. عندي هنا برطمانات ازاز انا غسلها كويس ومعقماها على النار. هفضيها فيها طبعا، انا هصفيها، بس الاول هسيبها تهدى. مش ينفع ان انا احطها في البرطمان وهي سخنه خالص كده. هطفي عليها بقى واسيبها لما تهدى خالص بالشكل ده. شايفين شكلها بقى؟ لونها وقد ايه صافيه كده ورايقه وجميله. عندي هنا مصفى هحطه كده على البرطمان، وابدا ان انا افضي فيه السمنه علشان لو في قطع من الدهنه اللي باقيه. يعني انا هشيلها في برطمان لوحديها كده. برضو هستخدمها زي ما بقولكوا، احطها على محشي، بتخلي طعم المحشي حلو قوي. هو ملهوش استخدام غير ان هو تنحط على المحشي بس. انت طبعا لو انت مش حابه تستخدميها خلاص مفيش مشكله. ادتني ال2 كيلو ونص، ادوني حوالي اكتر. البرطمان ده بياخد اكتر من كيلو ونص، يعني حوالي 3 كيلو ونص او اكتر كمان من السمنه، غير العلبه الصغيره دي اللي انا حطيت فيها الدهنه اللي طلعت، اللي هي القشيم اللي في الاخر ده. بعد لما بردت احتفظ بيها بقى عندي كده، اغطي البرطمانات واحتفظ بيها للطبيخ. جربوها والله جميله قوي واقتصاديه، ويعني من باب التوفير. الدنيا بقت غاليه ومش يعني مش امكانيات ما عادش تسمح ان احنا نمشي في الرفاهيه بتاعت الاول. يلا الله المستعان. اتمنى ان الفيديو يعجبكم ونور رضاكم. لو عجبكم يا ريت تدعوني باللايك والسبسكرايب عشان اوصلكم كل جديد. والسلام عليكم.